ما بين سنة 1939 و 1945 غادي يعرف العالم اندلاع حرب عالمية تانية. هاد الحرب كانت عنيفة وأكثر دموية من الحرب العالمية الأولى، بحيث شملات جميع قارات العالم. كيف ما قدرت تخلف من وراها عدة كوارث وانعكاسات سلبية على جميع شعوب العالم. فشنو هي الأسباب اللي مهدات لاندلاع الحرب العالمية الثانية؟ وشنو هي المراحل اللي مرات بها؟ ثم شنو هي الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية اللي خلفاتها الحرب العالمية الثانية على دول العالم؟ كاينة بزاف ديال الأسباب اللي كتوقف من وراء اندلاع الحرب العالمية الثانية، ومنها أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. بالنسبة للأسباب الغير مباشرة فهي كتجلى فيما يلي: سياسات توسعية اللي نهجاتها بعض الدول الديكتاتورية كتشكل عامل غير مباشر لاندلاع الحرب العالمية الثانية. الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 كانت عندها آثار سلبية على اقتصاد دول العالم، فألمانيا وإيطاليا واليابان دول عانت من مخلفات هذه الأزمة بفعل عدم توفر على مستعمرات وضعف رصيدها من الذهب. احتلال اليابان لإقليم منشوريا بالصين، احتلال إيطاليا لإثيوبيا، سياسة هتلر التوسعية. هتلر كان كيحمل في الداخل ديالو كراهية لبعض الدول كفرنسا، وكانت عنده رغبة في الانتقام من الإذلال اللي عانت منه ألمانيا بموجب معاهدة فرساي، ولذلك فهو حاول باش يتخلص من قيود معاهدة فرساي ويتحرر منها، وهذا من خلال إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية وتسليح رينانيا ثم ضمه لإقليم الصار. في مقابل هادشي غادي يقوم هتلر بالتوسع في أوروبا الشرقية، وهذا من خلال ضم النمسا وضم السودات واحتلال باقي أراضي تشيكوسلوفاكيا. إلى جانب الأسباب الغير المباشرة لاندلاع الحرب العالمية الثانية، فهناك سبب مباشر لاندلاعها، وهو غزو هتلر لبولونيا. فهتلر كان عنده طموح كبير وكانت عنده رغبة في التوسع، فهو كان كيعتقد باللي الألمان عندهم الحق باش يحصلوا على مجال أكثر اتساع، المجال اللي غادي يخول لهم توفير جميع احتياجاتهم. توسعات هتلر اتجهت نحو الشرق إلى دولة بولونيا، باعتبارها الباب اللي من خلاله غادي يقدر يوصل هتلر إلى حقول أوكرانيا للتزود بالمواد الغذائية. في فاتح شتنبر سنة 1939 غادي تقوم القوات الألمانية بغزو بولونيا، ومن بعد هذا الغزو غادي تقوم كل من فرنسا وبريطانيا بتوجيه إنذار وتحذير لألمانيا بسحب قواتها العسكرية من بولونيا. ولكن ألمانيا بطبيعة الحال ما غاديش تقبل، الشي اللي غادي يدفع بكل من فرنسا وبريطانيا إعلان الحرب على ألمانيا. الحرب العالمية الثانية غادي تمر بزوج مراحل متميزة. تميزت المرحلة الأولى من الحرب بتقدم دول المحور على حساب دول الحلفاء، بحيث أن هتلر تمكن في الغرب من التوغل في الأراضي الفرنسية والبلجيكية والهولندية، وقام بقصف المدن البريطانية خاصة مدينة لندن. وفي الجبهة الشرقية هاجمت القوات النازية كل أوروبا الشرقية. بالنسبة لحلفاء ألمانيا فحتى هما تمكنوا من تحقيق انتصارات مهمة، فاليابان على سبيل المثال تمكنت من الاستيلاء على بلدان جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ، وقامت بقصف القاعدة العسكرية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال ما غاديش تسكت، بحيث غادي تقرر الدخول في الحرب إلى جانب دول الحلفاء. في المرحلة الثانية من الحرب غادي تحول الحرب لصالح دول الحلفاء، وهذا كان بسبب دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب. انتصار دول الحلفاء على القوات الألمانية الإيطالية في معركة العلمين بمصر في أكتوبر سنة 1942. انتصار الجيش السوفيتي على القوات الألمانية في معركة ستالينغراد وتحرير كامل التراب السوفيتي. غزو قوات الحلفاء للأراضي الألمانية وإرغامها على الاستسلام سنة 1945. إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية لقنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، الشي اللي غادي يفرض على اليابان باش حتى هي تستسلم. من بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية غادي تخلف من وراء عدة نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهذا أمر عادي. فالحرب ضروري ما كتخلف من وراء عدة نتائج وتحولات كبرى بشريا. فالحرب خلفات من وراها عدد كبير من القتلى والجرحى والمعطوبين. اقتصاديا فقد تم تهديم العديد من البنيات التحتية. سياسيا فالخريطة السياسية للدول الأوروبية تغيرت بشكل كبير،
فالدول المنتصرة في الحرب قدرت أنها توسع على حساب الدول المنهزمة. ألمانيا تم التقسيم ديالها لأربع مناطق نفوذ بين دول الحلفاء، بروز قوتين عظمتين اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. تأسيس هيئة الأمم المتحدة سنة 1945 خلفا لعصبة الأمم، وهذا بهدف الحفاظ على السلم العالمي ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.